السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. عارف حضرتك انك ممكن تكون بتلعب قمار وانت ما تعرفش؟ كتير جدا من الأسر بدأت تنجرف في حاجات موجودة ومنتشرة في المجتمع معانا بصورة كبيرة جدا عن طريق ابليكيشنز التليفون، تطبيقات بتبقى موجودة كل فكرتها قايمة على لعب القمار واحنا مش واخدين بالنا. الحكايه بدات عن طريق ابلكيشنز كده، وخاصه يعني على الالعاب الالكترونيه الخاصه بلعبه الكوره. ادخل وتوقع الاهداف، توقع سيناريو المباراه، توقع مين اللي هيفوز، وكل ما تتوقع اكتر كل ما فرصتك هتكون في الفوز اكتر واكتر. حضرتك بتحط كده حاجه بسيطه جدا في حسابك، حاجه لا تذكر، مش لازم تكون فلوس كتير، لكن ده بيحطه وده بيحطه، في الاخر بنلعب على المراهنه دي، بنلعب في الاخر على اللي يشيل. وبعد كده بدأ الموضوع يكتر اكتر ويزيد ويكبر، حتى ان التطبيقات دي ترعى انديه، ويبقى في انفلونسرز وبيبقى في بلوجرز وفي ناس بتعلن عن التطبيقات دي بشكل مباشر. وبدأ الموضوع يخرج بره اطار الكوره ويدخل في تطبيقات تانية. الطياره هتنفجر، هتتوقع انها هتنفجر ولا مش هتنفجر؟ حط في حسابك ونلعب على اللي يشيل، واللي توقعه يبقى صحيح هو اللي فرصته اكتر في الفوز، وهكذا. وامهات بتجيلنا الولد بيسرق من البيت ليه؟ علشان يشترك في الامر ده، وشياطين الانس والجن ما اكترهم بقى. والموضوع بيبدا معاك بحاجه بسيطه جدا انت بتدفعها، ده انت ممكن تحط في حسابك جنيهات بسيطه، او احنا اللي هنحط لك كاصحاب الابلكيشن، يعني احنا هنحط لك علشان بس نجيب رجلك في الموضوع. اول ما انت تدخل ويبقى معاك حساب والموضوع يزيد شويه شويه، ومش هيخسروك على طول عشان انت تتعلق اكتر. اول ما تبدا تدمن الموضوع ادفع بقى. اطفال كتير وصلوا لمرحله الانتحار بسبب الابلكيشنز دي، وكلها زي ما علمائنا يقولوا لنا قايمه على فكره المقامره، ان يؤخذ مال الانسان على سبيل المخاطره من غير ما يعرف ولا يتاكد ان هو هيحصل على عوض مقابل هذا المال. مخاطره بالفلوس حتى لو كانت بسيطه، وفي البدايه بتبقى فلوس قليله، وحتى لو كنت انت كسبت منها فلوس كتير لكن هي في النهايه حرام، والله عز وجل ينهى عن هذا الامر. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. في نهي عن ان احنا نقرب من اي حاجه تخص هذا الامر، وربنا سبحانه وتعالى يقرن ما بين الخمر والميسر. الميسر اللي هو القمار اللي احنا لسه بنتكلم عليه. ليه الناس ممكن تلجأ لهذا الامر؟ من ضمن الاسباب الجهل. مسلمين كتير ما يعرفوش ان ده هو ده، علشان اختلاف المسميات، واحنا دلوقتي في زمن اختلاف المسميات. الحرام بيتقدم لينا بشكل غير اللي كان اسمه قبل كده. زي الخمر، الخمر زمان كانت معروفة باسمها الحقيقي، دلوقتي ممكن نسميها مشروبات روحية، مشروبات كحولية، وتتقدم في المناسبات وهكذا. فاختلاف المسمى ابدا مش بيغير من المعنى الحقيقي والحرمة اللي متعلقة بالشيء. اللعب على السسبنس بقى، اللعب على الإثارة والتشويق. ناس كتير خلاص احنا ملينا من اللعبة دي، فممكن نرجع للعبة تانية. فأصحاب الابليكيشن نفسهم يروحوا عاملين حاجة فيها تشويق وإثارة، تجذب الشباب وتجذب الجمهور، علشان يفضل الجمهور ده موجود، ونبدأ نجذب ناس تانية علشان التشويق والإثارة تفضل موجودة. وكمان في سبب تاني، ناس بتسعى إلى الكسب السريع. أنا عايز فلوس من غير ما أتعب، أنا عايز فلوس تجيلي كده وأنا موجودة على التليفون من غير ما أبذل فيها أي مجهود. أسباب كتير متعلقة بهذا الأمر، وكلها في النهاية تحت معنى القمار اللي دلوقتي أصبح اسمه القمار الإلكتروني. صغير جدا، مش شرط يكون عنده كارت ائتماني ولا حاجة، ده ممكن يتعامل من خلال التطبيقات بتاعة الفلوس، بياخد فلوس وبيحط فلوس من غير أي يعني ضوابط لهذا الأمر. علشان كده وإحنا في خلاط الدنيا كآباء وأمهات محتاجين نركز مع الأولاد، ونركز بياخدوا الفلوس فين وبيصرفوها بيودوها فين. ابني خد مني كذا خلال الشهر ده، اعرف هو وداها فين واتعامل بيها ايه، علشان نفسه اولا قبل اي شيء. ونسأل الله العفو والعافية. سلام عليكم.